السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. اليوم راح نشرح لكم كيف نسوي ابل اي دي مجاني سواء امريكي او سعودي بدون بطاقات وفيزا كارد. طبعا الطريقة سهلة، اهم شيء نتجنب العمالة ونتجنب استغلالهم للابل اي دي، سواء استخدامه في الاي كلاود ونسخ الصور او غير ذلك من تركيب البرامج. نروح اول شيء للاعدادات، نتأكد انه ما في ايميل في الاب ستور. هذا الاب ستور، شوف ما في ايميل، واذا كان في ايميل نضغط عليه ونسوي تسجيل خروج. طيب الان ما في ايميل، نروح للاب ستور ونبحث عن تطبيق مجاني. اهم شيء يكون مجاني علشان نقدر نسوي حساب بدون فيزا. نضغط جيت انستول او تثبيت، راح يعطينا خيارات اما تسجيل الدخول او انشاء حساب جديد. نضغط انشاء حساب جديد. طبعا نختار السعودية العربية أو الولايات المتحدة. أنا أفضل الولايات المتحدة لأن تقييماتهم في التطبيقات واقعية ويعني وأفضل بالنسبة لي. نضغط نكست أو التالي، موافق، أجري. هنا تحط لك إيميل، لازم الإيميل هذا يكون معك وعلى طول عارف الباسورد وتقدر تدخل إيميل في أي وقت. إذا نسيت الباسورد، إذا لا سمح الله صار لك أي شيء، تسترجع عن طريق الإيميل. بحط ايميل عشوائي بس للمثال فقط. هنا تسوي لك باسورد. طبعا الباسورد لازم 8 حروف وفيها حرفين، واحد كابيتال واحد سمول. مثال دبليو كابيتال ودبليو سمول، 3 6 9 9 6 3. هنا دبليو كابيتال دبليو سمول 3 6 9 9 6 3. حلو. نزل تحت، هنا عندك 3 أسئلة سرية. طبعا لازم تتذكر أجوبتها علشان لو نسيت كلمة السر أو الباسورد للآبل آي دي تسترجعها عن طريق جواب أحد الأسئلة هذه. يعطونك سؤال وأنت تجاوب الجواب اللي أنت كتبته الآن. لذلك أول اختيارات للسؤال رقم 1، عندك عدة أسئلة تختار منها اللي تبي. مثلا عندك السؤال الأول يقول what is the first name of your best friend in high school، يعني وش أفضل اسم أو عفوا أفضل صديق لك في مدرسة الثانوية. يعني اسم أفضل صديق عندك في المدرسة الثانوية، نكتب مثلا أحمد، وانتبهوا للحروف سمول والكابيتال. ما تأكدت لكن الأفضل أنك تخليها كل سمول عشان ما تنسى. السؤال الثاني مثلا ما هي وظيفة أحلامك، what is your dream job، نقول دكتور مثلا. يقول لك هنا السؤال الأول أين تقابلوا والديك أو والداك، نكتب أي مدينة تبغى أو ما تنساها. المفروض أن الأجوبة هذه إذا جيتك في أي وقت تكون عارف الجواب. طبعا خلصنا من الأسئلة. هنا إيميل ثاني في حال أنك نسيت الباسورد أو نسيت الأجوبة السرية، نسيت أجوبة الأسئلة السرية، يرسلون لك رابط تستعيد فيه كلمة السر عن طريق الإيميل الثاني اللي هو الاحتياط. تقدر تحط إيميل وتقدر ما تحط، لكن أفضل إنك تحط إيميل علشان لو نسيت لا سمح الله ولا شيء يرسلون للإيميل هذا. طيب هنا تاريخ ميلادك، حط أي شيء، أهم شيء لا يكون أهم شيء يكون بالضبط نفس ميلادك علشان ما تنسى، وعلشان مستقبلا تسترجع بأي وقت أو إذا سألوك. مثال. طبعا هنا أفضل أنك تلغي الخيارات هذه، اشتراك في إيميلات والأخبار إلى آخره. طبعا نضغط نيكست، خلصنا. شوف لأنه اخترنا احنا برنامج مجاني بالبداية، أعطانا نن يعني بدون فيزا بدون ماستر كارد بدون أي شيء. نترك خانة الانتر كود فاضية. عندك هنا العنوان تقدر تخليه عشوائي، لكن مشكلة العشوائي انه يجيك بعد فترة تأكيد على العنوان ولازم تتأكد عنه. لذلك أفضل شيء تكتب عنوان أمريكي حقيقي. راح أوريكم كيف نكتب أمريكي أو عنوان أمريكي.
اختار مستر إذا رجل يعني. الاسم أي شيء، last name أي شيء اللي هو اسم الثاني. عندك أدرس هنا 2 أدرس. الأدرس الأول نكتب 1248، بعدين 3 RD، بعدين ستريت اللي هو شارع. الأدرس الثاني خلوا فاضي، المدينة والسيتي سانتا مونيكا. الولاية CA اللي هي كاليفورنيا. الزد IP 90401. تليفون 310، بعدين أي شيء. واضح؟ أهم شيء في العنوان أوه يا قلب لا تحزن، راجعين لكم، عدنا لكم جديد. زي ما قلت لكم أهم شيء الأدرس، ثاني شيء السيتي سانتا مونيكا، ثالث شيء الولاية اللي هي كاليفورنيا، بعدين الزب والرقم الجوال بس أوله. خذوا صورة للشاشة واحفظوا هذه العناوين واكتبوها مثل ما قلت لكم. بعد كذا نضغط نيكست أو التالي. الآن المطلوب مني إني أروح للإيميل اللي أنا سجلته، أحصل فيه موجودة رسالة، أدخل على رسالة في رابط أضغط عليه يسوي تأكيد للإيميل فقط. بعد كذا تقدر تحمل برامج على كيفك. نروح للإيميل، نحصل الرسالة في الإيميل، ندخل على الرسالة نحصل verify now، أكد الآن، نضغطها ويفتح لنا صفحة ويقول تم تأكيد الحساب. كذا نقدر نثبت ونحمل التطبيقات بإيميلنا الخاص وما نحتاج العمالة ممكن تغشك، ممكن تستغلك، وممكن تسوي أي شيء دون علمك. شكرا لكم.